السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة جايبه لكم بقى بحاجة جميلة وحاجة هتدعولي عليها بجد. اول حاجة اهي دي حاجة انا عاملاها في البيت، شايفين مستخدمة منها قد ايه؟ شايفين العلبة؟ مش عارفة هتشوفوها من هنا ولا ايه، بس دي خلطة كده. ده طبعا فازلين، انتوا كلكم عارفينه. ده برضه طبعا فازلين، هو طبعا مش لونه كده هتقولي جايباه منين الفازلين ده. ده مش لونه كده، دي خلطة انا عاملاها عشان طبعا في الشتاء مع الوضوء زي ما قلت لكم قبل كده. طبعا القشف في الرجلين، تشققات، الخشونة اللي ناس كتيرة بتعاني منها عشان الوضوء المية الساقعة والكلام ده. انا جبت فازلين تمام، وعندي الجل ده جل كعب الغزال. يعني ممكن تحطي بودرة دم الغزال بس عادي، مش بس انا عندي الجل ده فانا قلت ليه يعني هشتري، ما انا عندي ده اهو تمام. بالنسبه بقى ان انا هعمل لكم فيديوهين في فيديو واحد تمام. الجل ده انا جبته ما عملش معايا اي حاجه خالص، عشان تبقوا حاطين في دماغكم ده لون فقط لا غير، ده لون فقط لا غير. ده من المنتجات الرخيصه اللي انا جبتها ما عملش معايا اي حاجه. ب20 جنيه تقريبا، كنت جايبه ب20 او 25 اهو. وخلي بالكم من حاجه، ان هو لما بتحطيه بيطبع، يعني ممكن على الايد يقعد معاكي يومين 3، ده بيطبع. فهتبقي مثلا لابسه كيس في ايدك او جوانتي او اي حاجه، بتحطي تدهني بيه رجلك، ده لو انت عايزه لون بقى والكلام ده تمام. ونقطه صغيره خالص بتعمل اثر كبير يعني. فانا حطيته، المهم حطيت منه حاجه بسيطه هنا على الفازلين تمام. وحطيت وجبت كريم بنسنول 2% بتركيز 2% اهو. انا مش عارفه شايفينه ولا ايه اهو، 2% كريم بنسنول تركيز 2% تمام كده. حطيته. بص انا عايزه اوريكم اهي العبوه، انا حاطه طبعا نصها اهي، اكيد انتوا شايفينها. حطيت نص العبوه بس تمام. وكرم جديد طبعا ده مرطب للجلد طبعا، وكريم موضعي كربوميد دوت كلنا طبعا عارفينه. وانا حطيت برضو نص العبوه بس، فانا فضيت نص كربوميد وبنسينول فضيته على الفازلين، وحطيت معاه تمام عشان اللي هياخد اسكرين الحاجات دي. حطيت نقطه من ده 3 دول، وقلبتهم تقلبيهم كويس جامد جامد كده في بعضيهم. وتيجي عامله ايه من بالليل بقى، تدخلي للي عزكم الله الحمام، بتغسلي رجلك بميه سخنه على قد ما تتحملي بقى رجلك اللي انت الميه السخنه اللي انت هتحطي رجلك فيها يعني. بتغسليها وتيجي طالعه تدهني بقى من ده، تفضلي بقى تدعكي كده لعند ما تحسي ان الحاجه تغلغلت الجلد كده دخلت في رجلك. وتيجي تستحملي، معلش هيعمل صوت وهيبقى يضايقني. كيس، هاتي كيس من الكيس العادي اللي احنا بنجيبه من البقال، من الخضار، من الكلام ده كله بنجيب فيهم الخضار دول. مش هنقول الكلمه التانية يعني. فالمهم هتجيبيه وهتلبسيه في رجلك، وهتيجي لابسه عليه شراب وتنامي. تصحي الصبح تدعيلي، انا مش عايزه منك غير كده تمام. اصحي الصبح دعوه بس، والله 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 على ما اقول شهيد ان ده هتدعيلي من اول مره هتستخدميها. هتدعيلي، هتلاقي رجلك بقى فيها لون حلو كده جميل، وحاجه طريه كده وناعمه ولذيذه. استخدميه بقى على طول على طول على طول. ممكن تغفلي مثلا يوم ويوم استخدميه. كل ما تستخدميه كل ما تبقى عايزه نتيجه احسن بتستخدميه اكتر، كل ما تبقى عايزه نتيجه احسن بتستخدميه اكتر. اعمليه هتحبيه جدا. وعلى فكره ممكن تحطي الكوع هنا والركبه، المناطق اللي هي الغامقه عندك، مش المناطق الحساسه، الكوع والركبه، الرجل من تحت، فاهمني؟ ممكن برضو تحطي على ايدك، مش المناطق الحساسه. اديني قلت البشره، لا اوعي البشره دول عشان نبقى حلوين مع بعض. ما تقولوش انت قلتي ما بيتحطوش على البشره، اوعي تحطيهم على وشك تمام. انا اديني قلت، اللهم بلغت اللهم فاشهد. فاتمنى ان انتوا تدعوا لي بقى دعوه حلوه، ونشوف بعض في فيديو تاني. واللي جرب الوصفه دي اللي يعملها ويجربها يكتب لي ان هو جربها وجابت معاه نتيجه ولا لا تمام. واللي كان عاملها قبل كده ومجربها، مع اني ما اظنيش يعني ان في حد هيبقى عارفها قوي،
بس لو لقيتوا حد عاملها وجربها اتمنى ان هو برضو يكتب لي ويقول لي جربها جابت معاه نتيجه ولا لا.